اي حبيبي. يعني والله حتى البارحه ضرب الجهال وشفت شاي بالقاعه، اقول له ليش تسوي شي؟ يقول لي انت ما عليك. شلون وياه؟ تمام حبيبي، ما لك علاقه بي. السما ليل الهوى. اليوم لا تروح الموكب. ليش ما الموكب؟ قلت لك اليوم لا تروح للموكب. لا شو اروح بكيفي. اذا سمعت بيك بعد رايح للموكب رجلك كسر. يلا اسمع كلام. انا بس اريد اعرف انت يوميا راح تقوم تحاسبني اروح الموكب ولا لا؟ شو تعال، اريد بس اسالك سؤال. وهو انت تعرف الامام الحسين على شنو استشهد هو وآل بيته؟ مختصر الكلام عمار، ما يهمني ولا اريد اعرف، انا رايح الموكب اخدم وبس. الامام الحسين عليه السلام استشهد من اجل الدين والصلاه والصوم، فانت من قاعد تروح هناك وتسوي نفسك تخدم وانت ما تصلي ولا تصوم، قاعد تنقل صوره سيئه على هاي الشعائر. فالافضل لك قبل ما تروح تخدم وتلطم، انت المفروض تصلي وتصوم اللي ذني الاساسيات. والامام الحسين واهل بيته استشهدوا من اجل الدين وتصحيح مسار النبي محمد. فانت اذا تروح تتونس من هسه اقول لك لا تروح ولا توصل، وحذرتك للمره الثانيه. سامعني لو لا؟ باو علي. كملت؟ يلا رايح الموكب. دير بالك من سوء العاقبه. اشرب شربة يا زاير، برد قلبك يا زاير. تفضل يا زاير، اشرب شربة بارد يا زاير. شكرا حبيبي يا جو. ابويا هاي جبت لكم هذني، واي شيء تحتاجون تجون تاخذون من البيت، انا بخدمتكم. بارك الله بكم على هذا الفعل، ان شاء الله الحسين يحفظكم. شكرا يا عمو. تفضل يا زاير، تفضل يا زاير، تفضل يا ايش جابها؟ اوه هم اجى هذا. هاي عود قلت له الاخو لا يجي بعد. والله ما ادري. هلا بشباب الحسين. لا شافك نفسي. شو صب لي شو ماي بارد هذا ماي هارو. شو تريد تضحك لك؟ ابتسم لي. اقول لك شو انت اليوم جاي على اخوي الصلوتي حضرتك لو شنو؟ تقول له ما يجي من موكب ما اعرف شنو. اجي وغصبا عليك، وهذا المكان مو مكانك، مكان الكل. فهمت لو لا؟ مو يصير شرف براسي. اقول لك احنا جايين هنا دا نخدم، لا دا نضحك ولا دا نتونس ولا دا نلعب. تريد تجي تخدم هلا بيك، ما تريد تجي لا توصل بعد. الله لك من شو صرت رجال. شوف لو مو تقول لاخوي اجيش وقت ما اريد بهذا المكان، واكبر واحد ما راح يمنعني. فهمت لو لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك وعلى كل واحد يخرب هاي الخدمه. ايش في هذا وياك بابا؟ ليش دفعه؟ ياب هذا دائما يجي الموكب يطوجنا ويغلط علينا. هو شو اسمه؟ تعرفه؟ عند البيت هو. اسمه جود. قبل شوي رحت لبيتهم قلت له اخو، بس اخوه كل شيء ما سوى له. باجور. يلا بعدين خبرك. ابني جود حبيبي عمو، ليش هيك جاي تأذي بالولد؟ هم يخدمون بالموكب، هم ولد صغار، ليش تأذي بيهم؟ هسه شو رايد؟ انا مو احكي وياك؟ قوم من احكي وياك. استغفر الله يا الله. ليش تأذي بيهم؟ جاي يخدمون هم، اذا ما تصير خير لا تصير شر. اذا جاي تتونس اكو ساحات مطوبه، اكو منتزهات، احنا جايين نأدي رساله عمو. قد صلف وما يحترم هذا. اي والله. عطية هاي نوزع عن خبز العباس للناس بقرة. صدق جمال ليش ما نوزع لحم ودجاج للزوار؟ والله صراحة رقية أبويا ما استلم راتب هالشهر، إن شاء الله الله يرزقه ويجي. صفر كذا كملها اللفة. ساحي كمله. هل محرم يا عاشق محرم، قلبك وقلبه بالخيط بمغرم. يلا خلني البس اسود على حسين، سر دمعنا هو السر للعظم. تتهيأ الخدم يتبدل العلم، بالحبر التقوا من كربلاء يبني هلم.
رقية خطايا ذوي الود يمكن جوعانين، خلينا نودي لهم لفات. يلا تعال يا ولد. ها هاي كل طبعا تروح للثانية. لسه هم ما يطون. يلا 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 حبايبي. ثواب. أقول لك هو الإمام الحسين شلون مات؟ من يريد احكي له واقعة الطف؟ حبايبي بواقعة الطف مو بس الإمام الحسين استشهد وياه 16 واحد من أبناء الإمام علي، اللي من ضمنهم الإمام العباس وأبناء الإمام الحسين اللي هو عبد الله الرضيع وعلي الأكبر، وهواي استشهدوا بواقعة الطف. ومع ذولي 72 شخص من أصحاب الإمام الحسين اللي هم استشهدوا في يوم 10 من محرم الحرام. طبعا واقعة الطف هي واقعة يعني أليمة صارت بكل المسلمين، وطبعا حتى المسيح من يسمعون هاي الواقعة يعني مو بس المسلمين، حتى المسيح ينقهرون. يعني هي واقعة ما تشمل بس المسلمين، الإنسانية بصورة عامة. يعني طبعا حدثت واقعة الطف في يوم 10 من محرم الحرام المصادف 61 هجرية. خرج الإمام الحسين مع أهل بيته من المدينة المنورة دولة الحجاز إلى العراق في وادي نينوى. طبعا وادي نينوى اللي هي نفسها أرض كربلاء حاليا. طبعا خرج الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه وأخوانه. طبعا بذاك الوقت كان يزيد بن معاوية هو اللي كان يحكم، فالإمام الحسين طلع على مود ياخذ الحكم اللي هو الحكم الإسلامي، فخرج مع أهل بيته. وبيوم 10 استشهد الإمام الحسين مع 16 شخص من أبناء الإمام علي و72 شخص من أصدقائه بهاي الواقعة اللي هي تسمى واقعة الطف. طبعا حاصروا أهل بيت النبي والإمام الحسين لمدة 3 أيام، من ضمنهم الأطفال والنساء، وقطعوا عليهم الغداء وقطعوا عليهم الماء على مود يسيطرون عليهم. فالإمام الحسين كان هدفه مو السلطة، كان هدفه الحفاظ على الإسلام وعلى مسار الإسلام اللي بذيك الفترة بدأ مسار الإسلام ينحرف، فأخذ أهل بيته وطلع إلى كربلاء. فبيوم 10 خرج الإمام الحسين شايل عبد الله الرضيع، وهذا كان أصغر طفل في واقعة الطف، عمره 6 أشهر فقط. فراد يطلب ماء للطفل، فقال لهم هل تعطونا شربة ماء لهذا الطفل؟ فالإمام الحسين شال عبد الله الرضيع على مود يشوفوه الأعداء، على مود ينقهرون عليه. وبهاي الأثناء حرملة صوب السهم برقبة عبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع كان عطشان كلش، فنزلت الدماء من رقبته إلى يد الإمام الحسين. وبهاي الأثناء كان عباله ماي، فشرب من دمه. الإمام الحسين أخذ الدم اللي نزل من رقبة عبد الله الرضيع وشمره للسماء وقال أخذ يا ربي حتى ترضى. وبهاي الأثناء ما بقى أحد عند الإمام الحسين، كل أهل بيته استشهدوا. وكانت الواقعة كلش أليمة على جميع المسلمين، وكان الصدمة. وبعد ما استشهد الإمام الحسين وكل أهل بيته أخذوا رؤوسهم وعلقوها فوق الرماح، وأخذوهم من كربلاء إلى قصر يزيد بن معاوية في الشام. فالإمام الحسين هون البيت ما يريدون من عندنا بس نلطم ونبكي، يريدون من عندنا نمشي على أركان الإسلام، أهم شيء تصلون وتصومون. هسه أريد أسألكم سؤال، صلاة المغرب كم ركعة؟ 3. عفيف. حسب الروايات التاريخية وروايات أهل البيت إنه صلاة الظهر كانت آخر صلاة صلاها الإمام الحسين ويا أهل البيت وأصحابه، وكانت مصادفة من يوم 10 من محرم الحرام. رغم اشتداد المعارك والصعوبات اللي كانت بذاك الوقت وما شاربين الماء ولا ماكلين لمدة 3 أيام، كانت رسالة واضحة إنه أهل البيت يريدون يوصلون رسالة رغم ما هم بموقف صعب، ما تركوا الصلاة ولا عبادة رب العالمين. فالإمام الحسين حب يخلينا نستمر على الطريق الصحيح مو الطريق الغلط.